فيلمنا بيبدأ مع صافي وجيمس، الزوجين لسه متجوزين جديد وبيكونوا سعداء جدا ومرتاحين في حياتهم مع بعض، وبيكونوا بينقلوا عشان يعيشوا في شقة جديدة وبيشيلوا العفش مع بعض. وبيكون جيمس شغال عند والده في شركة منح قروض واستثمارات، وبيكون والده رجل أعمال كبير في مجاله وغني جدا. وفي يوم بيجيله مكالمة من عيلته بيقولوا له إن والده مات، فبالتالي بيورث جيمس كل ممتلكات والده وبيبقى مدير إدارة شركات دولة ضخمة. فبيقرر إنهم ينقلوا من الشقة اللي عايشين فيها وبيروحوا في قصر ضخم يليق بواحد في منصب جيمس. ومع الوقت بيبدأوا يتعودوا على العيشة في القصر، وبيكون عندهم خدم كتير عشان يعملوا الاعمال المنزليه. وبتبقى صافي على طول في البيت ما بتعملش حاجه لان كل الخدم هم اللي بيعملوها. بس مع الوقت بتحس بالملل وبتتحول الحياه الغنيه دي لحياه مش مرتاحه فيها، بالرغم ان الخدم ما عملوش اي تقصير في خدمتهم. الا ان صافي بتقرر انها تعيش لوحدها في القصر مع جوزها، وانها لازم تفصل كل الخدم من شغلهم وتدفع لهم حقهم كامل. وبعدها بيعرف جيمس اللي صافي مراته وعملته، وبيكون زعلان من اللي حصل، وبيقول لها ان القصر ضخم جدا على صافي لوحدها عشان تشتغل فيه، وانهم لازم يعينوا خدم. ولكن في اخر نقاش بيعمل اللي مراته عايزاه وبيكملوا ليلتهم مع بعض وبيناموا. وفي يوم بيكون جيمس شغال وفي وسط اجتماع مع مديرين في الشركه، بتتصل عليه مراته وبتبقى عايزه مساعدته في تشغيل آلة جز العشب اللي في الجنينه. وبالليل بيروح جيمس وبيشغل الآلة وبيصلح العطل اللي فيها، وبيكون الوضع على الحال ده كل يوم. بتفضل صافي تعطل جيمس عن شغله عشان ما بتبقاش عارفه تدير القصر بنفسها، وبتفضل تساله تتصرف ازاي وعايزه مساعدته. وبيكون هي السبب في كل ده عشان هي اللي فصلت الخدم وما سمعتش كلام جوزها. وفي يوم بيروح لواحد اسمه جوليان وبيكون بيصنع وبيبيع روبوتات بذكاء اصطناعي خاص، واللي ممكن يتم استخدامهم في مهام النظافه والاعمال المنزليه. وبيعرض عليهم في البدايه روبوت على شكل بنت شكلها جميل، ولكن صافي ما بتوافقش على الاختيار عشان بتكون عايزه تكون الست الوحيده اللي عايشه في القصر. وبعد كده بيتفقوا مع جوليان على شراء روبوت في شكل شاب وسيم وبيكون اسمه هنري. وبعدها يوميا بيفضل هنري يعمل اعمال النظافه والطبخ والغسيل وكل شغل البيت، وبيعمل اي حاجه اصحابه يامروا بيها. وبيكون في البدايه كل حاجه ماشيه كويس من غير مشاكل، ولكن في يوم بيبقى هنري في اوضه صافي وبيشوفها بالصدفه وهي بتغير هدومها، وبتكون صافي مش واخده بالها انه موجود، ولما بتاخد بالها بتخليه يطلع بره. وبتتصل صافي بجيمس عشان تشتكي له من اللي حصل معاه ومع هنري. وفي يوم بتكون العلاقه بين الزوجين متوتره وفي مشاكل بينهم، وبتكون صافي حاسه دايما بالوحده عشان جيمس دايما مشغول في شغله كل يوم. ومع الوقت بتبدا لا اراديا تعوض فقدان وجود جيمس بهنري، وبتفضل تقضي معاه وقتها الوحيد في القصر. ومع مرور الايام بتبدا مشاعر صافي تتحرك تجاه هنري، وبتقرا منه في مره انه يقرا كتاب بيتكلم عن مشاعر واحاسيس البشر، وده عشان هو ممكن يستوعب ده بذكائه الاصطناعي ويعرف يتعامل معاه زي البشر بالظبط. وفعلا بيبدا هنري انه يطور من ذكائه الاصطناعي، وبيبقى مرتبط بوجود صافي، وبينتج عن ده تكون احاسيس ومشاعر اوليه عنده، وبيبقى كل موقف بيتعرض له بيكون عنده اثر في تكوين شخصيته واحاسيسه. وفي يوم بالليل بتسمع صافي وهي نايمه في الاوضه مع جوزها صوت جاي من بره، فبتروح تشوف في ايه وبتلاقي هنري نايم في الجنينه وبيكون مكتئب، وبيقول انه بيحلم وبيتمنى انه يكون انسان بشري طبيعي. وفي تاني يوم بيروح جيمس وصافي لجوليان وبيسالوه عن التصرف الغريب اللي هنري عمله امبارح، فبيقول لهم جوليان ان ممكن يكون ده حصل عشان هم خلوا مشاعر واحاسيس هنري تتطور بشكل مبالغ فيه، وبالتالي ممكن يفتكر نفسه انسان بشري ويتعامل معاهم كانه واحد منهم. وبيرجعوا القصر وبيلوم جيمس مراته على اللي عملته في هنري وانها اللي تسببت له في كل ده، وبالحاله دي بتكون العلاقه بينهم على وشك نهايتها. وفي مره بعد شغل جيمس بيرجع البيت وبيلاقي رساله صافي كانت كاتباها، وبتكون الرساله دي مكتوبه من زمان من ايام لما كانوا بينقلوا للبيت الاول، وبيبان فيها قد ايه كانت بتحب جيمس وبترسم لحياتها معاه. فبيروح جيمس الاوضه وبيولع فيها شمع وبيعمل جو رومانسي، وبتدخل عليه صافي بيبقى عايز يدخل معاه في علاقه، ولكنها بترفض وبتقول له انها مش حاسه انها مرتاحه لحاجه زي كده معاه دلوقتي. وفي ليله بيتكلم هنري مع صافي وبيقول لها ان عنده مشاعر تجاهها وبيحبها، وبيحس هنري انه تم تصميمه عشان يعمل كل اللي صافي عايزاه، وانه ممكن يدخل معاه في علاقه كجزء من خدمته ليها. وبتنام صافي وبتحلم بهنري وهو بيعملها جلسه مساج. وفي تاني يوم لما جيمس بيروح الشغل بتروح صافي وبتفتح باب اوضتها وهي بتغير عشان هنري يشوفها، وبعدها بتروح تقابله عشان تتاكد انه شافها. وفي يوم بيرجع جيمس من الشغل وبيشوف مراته قاعده مع هنري جنب حمام السباحه، وبيكونوا بيتكلموا بس مع بعض. ولكن جيمس بيحس بالغيره على مراته، فبيروح لجوليان في يوم وبيطلب منه حل عشان موضوع هنري، بس جوليان بيقول له ان تصرف هنري بيكون مرتبط باللي صاحبه او سيده عايزه. وبيروح جيمس وبيأمر هنري انه ما يتعاملش مع صافي تاني، وبيكون هنري حزين ومكتئب وبيقول لصافي على اللي جيمس قاله له. فبتروح صافي تتناقش مع جيمس بسبب اللي عمله، وبيتصاعد النقاش بينهم وبيتخانقوا. فبتقرر صافي انها تسيب البيت كام يوم لحد ما تهدى. وفي تاني يوم بيتصل جيمس على مراته صافي من مكتبه وبيبقى عايز يصلح العلاقه ما بينه وما بينها، وبتكون صافي في القصر من ورا جيمس عشان تقابل هنري، وبيعملها هنري جلسه مساج وبيبوسها وبيقول لها بحبك بنفس الطريقه اللي جيمس بيقولها. فبتتضايق صافي وبتحس انها مش مرتاحه. ولما بيرجع جيمس بتعترف له صافي بكل حاجه، فبيتعصب جيمس لما بيعرف اللي بيحصل من وراه وبيروح يضرب هنري وبيفصل دايره الطاقه عن الشاحن بتاعه. وفي تاني يوم الصبح بيبقى جيمس وصافي مستنيين جوليان عشان يوصل البيت ياخد هنري، ولكن جوليان بيتاخر عليهم وبيروح جيمس شغله وبيخلي صافي هي اللي تستنى لوحدها. وبعد شويه بيصحى هنري وبيبقى مستغرب انه عارف يتحرك من غير شحن،
وبيروح وبيشوف صافي وبتاخد بالها من الكدمات اللي حصلت على وش هنري، فبتكون صافي متعصبه وبتروح لجيمس في مكتبه عشان تزعله على اللي عمله، وبيكون جوليان وصل ولكن صافي بتتجاهله بعصبيتها. وبعدها بيبص هنري لنفسه في المرايه وبياخد باله من وجود كدمات في وشه والمفروض انه روبوت، وبيدخل جوليان عليه وبيأمره انه يدخل اوضته، ولكن هنري ما بيسمعش كلامه، وبياخد هنري باله من ان جوليان كان بيكذب عليهم طول الوقت ده. وبتروح صافي لجيمس المكتب، وهناك هما الاثنين بيكونوا ندمانين على اللي عملوه، وبيقولها جيمس انه طلع عصبيته كلها على هنري وهو بيضربه لانه كان بيتعصب بسبب ان صافي بتفضل هنري عليه. وفي نهايه الحوار ما بينهم بيسامحوا بعض على اللي عملوه وبيروحوا البيت مع بعض. ولما بيرجعوا البيت بيلاقوا هنري لوحده في الحديقه، ولكن هنري بيقول لهم انه عرف انه طول حياته كان انسان بشري وانه كان مستعبد، وده بيخلي ممتلكات جوليان تتصادر، وبيتعرف انه نصاب وان كل روبوتاته عباره عن بشر هو رباهم وعمل لهم غسيل مخ على انهم روبوتات. وبيكون جوليان هو اللي اتبنى هنري وهو صغير، وانه تعرض للعنف الجسدي من امه وانها طردته من البيت وهو طفل. وبعدها بيوصل جيمس وصافي وبيبقى معاهم 2 ضباط عشان يقبضوا على جوليان اللي في بيتهم، وبيطلع جوليان عليهم فجأة في الجنينة وبيكون معاه بندقية وبيقتل بيها الضباط وبيجي يصوب على جيمس وصافي، ولكن هنري بيتدخل وبينط عليه وبياخد منه البندقية وبيضربه بيها لحد ما بيموت من غير رحمة. وبيكون هنري حاسس بالغدر من جوليان اللي رباه، وحاسس بالخيانة لما كان بيتقرب من صافي وهو شغال عندها وكان بيخون جوزها معاها، فبينتحر هنري وبيقتل نفسه بالسكينة. وبتعيط صافي هي وجيمس وبيطبطبوا على هنري وهو بيموت وبياخد انفاسه الاخيره. وبعد 5 سنين بيظهر صافي وجيمس وهم قاعدين في الجنينه، وبيكونوا خلفوا وعندهم ولد سموه هنري على اسم اللي مات، وبيكونوا مقررين ان هم يقولوا لابنهم على قصه اسمه في يوم من الايام لما يكبر في السن.